شأن إنشاء قناة الزمالك الرياضية على مجموعة مودرن سبورت. السادة مجلس إدارة نادي الزمالك تحية طيبة، وبعد يشرفنا أن نتقدم بعرض لإنشاء قناة نادي الزمالك الرياضية على أن يقع على كلا الطرفين بعض المسؤوليات. برضو بندي فكرة للناس الزملكاوية بالذات. يستنى لغاية يوم 28. نعم؟ يستنى لغاية يوم 28. واحد ما انتوا 28 ما اتحجزتش للنطق، ده مرافعة. مرافعة. لسه بدري. مسؤوليات مجموعة قنوات مودرن: واحد، نتعهد بإنشاء قناة الزمالك الرياضية خلال شهر من الموافقة على العرض. 2، توفير استوديو خاص مجهز لصالح قناة نادي الزمالك. 3، توفير حيز في النايل سات لصالح قناة نادي الزمالك. 4، مرتبات جميع العاملين بقناة نادي الزمالك يتحملها قناة مودرن. 5، كل المصاريف اللازمة لتشغيل قناة نادي الزمالك. 6، جميع المصاريف الإنتاجية لقناة نادي الزمالك. دي مسؤوليات مجموعة مودرن. مسؤوليات نادي الزمالك: 1، إعطاء الدوري العام والكاس والمباريات الأفريقية الودية المملوكة لنادي الزمالك للقناة، وعلى ضوء هذا العرض ده في حالة لو هي مش داخلة في البيع الطبيعي للقنوات. وعلى ضوء هذا العرض تكون نسبة المشاركة في الأرباح 50% لصالح نادي الزمالك، 50% لصالح مجموعة قنوات مودرن. يتم تسويق القناة عن طريق نفس الشركة المسؤولة عن تسويق مجموعة القنوات. كما نضمن حد أدنى من الدخل 6 مليون جنيه مصري سنويا تدفع على أقساط قدرها نصف مليون جنيه مصري كل شهرين، يعني هيدفع 6 مليون للنادي. هذا العرض مبدئي، وفي حال قبول هذا العرض نرجو تحديد موعد مع مجلس الإدارة للخوض في باقي التفاصيل. دكتور وليد دعبس، مساء الأنوار. أهلا يا كابتن مهدي. يا أهلا وسهلا. مساء قنوات نادي الزمالك. أيوه. الفل. يا كابتن يا دكتور. مساء الفل يا دكتور. مساء الفل يا كابتن. العرض ده مش انت كنتوا مقدمينه قبل كده يا دكتور وليد؟ والله العرض ده احنا قدمناه قبل كده يا كابتن مدحت، واختفى في الادراج زي ما بيقولوا كده. هو كان معمول ايام الاستاذ ممدوح عباس، واختفى فجأة كده في الادراج. واحنا بنقول كمان ان احنا هنطلع بقناة الزمالك في 25 يوم. تمام. 25 يوم تبقى قناة الزمالك اون اير، لان احنا لازم قناة الزمالك تطلع في التوقيت ده، في احتفالية المئوية وفي حاجات كتير جدا وفي احداث قوي. وبعدين احنا بص يا كابتن مدحت، هو الهدف النهارده في الربحيه مش هيجي لا من السنه الاولى ولا الكلام ده، طبعا انت عارف الشغل بتاع القنوات، لكن قناه الزمالك هتضيف قيمه كبيره جدا على مجموعه قنوات مودرن، وخصوصا ان احنا بنتكلم رياضه. فطبعا دي هتبقى قيمه، يعني ما فيش شك في كده. واحنا عايزين نعمل حاجه نقول فيها قنوات الانديه ممكن تتعمل ازاي، يعني الصح بتاع قناه الانديه يبقى شكله ايه. فطبعا يعني دي فرصه للطرفين. بالنسبه للزمالك احنا بنضمن له 6 مليون جنيه دخل سنوي اوفر، واللي بيجي زياده بنخش في النسبه من يعني ده مينيمم جارانتي. مينيمم جارانتي زي ما بيقولوا كده، هو بيبدا من ساعه تفعيل العقد. ممتاز. انت شايف الزمالك معلوش اي مسؤوليات خالص. كل القصه ان هو بيحط الدوري العام زي ما النادي الاهلي بيحط مثلا الدوري في قناه الاهلي. هو بيضمن يحطه على قناة الزمالك بالظبط، وده امر طبيعي، لان حتى في قناة الاهلي ده بيحصل نفس الكلام في العقد اللي بينه وبين الجماعه بتوع اليارد. وهم كانوا عملوا قبل كده كذا مرة عرض في الجرايد والكلام ده كله ولم يتقدم احد لو تتذكر. بنتمنى، اصل انت عارف يا كابتن مدحت اول ما بتبتدي احنا نعرض حاجه كمودرن كله بيجري، بنبتدي نلاقي ناس بتجري، كلهم ناس ولا قد الكلام ده ولا قد ان هم يعملوا قنوات، ولا عندهم طبعا الامكانيات ولا اي حاجه خالص، ولا حتى يمكن الهيستوري التاريخ طبعا انت مؤسسه كبيره قائمه بالفعل. هتلاقي ناس بتجري وهتلاقي ناس بتحط ارقام طبعا جزافيه كالعاده، وده هيحصل في اليومين الجايين، وده متوقعينه يعني. ما دام انت قلت، ما دام احنا قلنا، انت عارف احنا دايما سباقين في النقطه دي. نحط عليها سكر. انا عايز بس اضيف لك النهارده